والله العظيم يا جماعة، اقسم بالله، والله والله والله، لولا ربنا في حياتي انا ما كنتش دخلت كلية هندسة. الموضوع مش بايدك، الموضوع بايد ربنا. اقسم بالله العظيم، لو الدنيا متزنقه معاك والدنيا بايظه معاك والدنيا متقفله في وشك والكل جاي عليك والكل عمال بيحبطك، هو ربنا الحنان بالنسبه لك، هو ربنا المفتاح بالنسبه لكل البيبان اللي مقفله بالنسبه لك، هو ربنا اللي كن فيكون فيقدر يحول لك الكوكب ده كله ومقادير الحياه علشان خاطر مصلحتك. ربنا اللي في ايده الحل، لا دكتور عليك ولا مهندس عليك ولا مدرس عليك ولا ابوك وامك اللي خلفوك بالمناسبة برضو مش في ايديهم الحل. يعني لو امك وابوك حنينين عليك فربنا احن عليك منهم، لو امك وابوك خايفين على مصلحتك فربنا خايف على مصلحتك اكتر منهم. فكل حاجة في ايد ربنا سبحانه وتعالى. انت مجرد ان انت تروح له بقلبك بنية صافية، شوف تعامل ربنا معاك هيكون عامل ازاي. اهم حاجة ان انت تكون صادق بس مع ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم بص، لو الدنيا بايظه معاك داخل امتحان مش مذاكر، يا عم جرب ان انت لا جرب، دي غلط. احنا ربنا مفيش معاه تجربه، دي زله لسان طلعت مني دلوقتي. مفيش تجربه مع ربنا، ولكن انت اتحطيت في مواقف سودة في حياتك كتير قوي، لما وقعت في مشاكل كتير قوي، لما قررت ان انت بس تقول له يا رب ومن هنا سالك، كل حاجه اتحلت. فانت الحل السحري بتاعك موجود معاك اهو. ان الدنيا متقفله يا باشمهندس، مش عارف ادخل الكليه، مش عارف اوصل للهدف اللي انا عايزه، مش عارف اجيب التقدير اللي انا عايزه. ما هو هو الباب بتاعك اهو، الحل بتاعك اهو. هو انت ليه عمال تمشي في طرق كلها مكلكعه مع ان الحل بسيط قدامك اهو؟ بس احنا اللي ما احنا شايفينه، احنا اللي بنسيب الحل ده دايما بيكون اخر حاجه. دايما الحل ده بالنسبه لنا بيكون اخر حاجه، ان احنا نجري على ربنا ما بنحطوش رقم واحد، لا لازم نحطه اخر حاجه. لما الدنيا ونكون جربنا كل حاجه وكل حاجه بتسود فوق دماغنا بنحطه اخر واحد. طب ليه؟ طب ليه؟ طيب ليه؟ مع ان انت بتتحط في مواقف صعبه كتير قوي، واول ما تتجه ليه الدنيا سهله اهي. ده الموضوع عدى بكل سهوله. ده الموضوع طلع بسيط قوي، ده الموضوع طلع تافه قوي. امال انا ليه كنت مكركب كل ده فوق دماغي؟ فانت ربنا رقم واحد في حياتك، بس اهم حاجة ان انت تكون من جواك نيتك سالكة مع ربنا، مش اللي هو انا بتعامل مع ربنا الوقت مصلحة وبمشي. وعلى فكرة ربنا هيديك برضه، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى من معاملته معانا بيتعامل معانا بحنية. يعني تخيل مثلا كم مرة انت اتحطيت في مشكلة كبيرة قوي وتقول له يا رب انا اسف وغصب عني واخر مرة ومش هتتكرر يا رب بس خرجني من اللي انا فيه ده، ولما تخرج من اللي انت فيه تاني يوم بالظبط تروح تعمل نفس اللي انت كنت بتعمله. ولو رجعت تاني يا رب انا غلطان وحقك عليا ومعلش، هتخرج من اللي انت فيه وترجع تعمل اللي انت كنت بتعمله. بس في النهاية انت عارف ومتأكد وعندك يقين 100% ان انت مش هتعرف تعمل اي حاجة خالص في حياتك غير بالقوة الالهية دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيكون سندك وظهرك والجبل اللي انت بتتسند عليه. والله العظيم يا جماعة، اقسم بالله، والله والله والله، لولا ربنا في حياتي انا ما كنتش دخلت كلية هندسة. العنوان ده حلو قوي. لولا ربنا في حياتي انا ما كنتش دخلت كلية هندسة. من انسان فاشل فشل ذريع في لحظة تغيير جذري لانسان بدأ ينجح. اللحظة الجذرية دي هي لما انا قررت اقرب من ربنا، مع اني كنت ملط، كنت على الابيض خريج دبلوم صنايع، قعدت سنه ما كملتش تعليم، قعدت امشي في كذا اتجاه، ربنا يوقف لي حد يقول لي على المعهد الفني الصناعي، ادخل المعهد في سنه اولى ما كانش في دماغي خالص، كنت ضايع وبايظ وما كنتش بروح المعهد وما كنتش باخد كورسات، ونجحت بالحب كده والدنيا كانت بايظه معايا. ودخلت سنه تانية اللي هي اهم سنه في حياتك، اول ترم بالنسبه لي قعدت شهر ونص ما لا بذاكر ولا بدرس ولا بنزل كورسات. ولكن
لما كده في لحظة كده بتنكسر فيها لربنا وتبدأ ان انت تتجه ليه بقلبك مش بجسدك بس، لقيت كل حاجة بتتحول 180 درجة. لقيت ربنا بيوقف لك الناس اللي تساعدك، لقيت ربنا بيوجه لك الناس اللي تقف جنبك، لقيت ربنا بيوجهك للأماكن الصح، لقيت ربنا بيساعدك وبيبارك لك في وقتك في مذاكرتك، لقيت ربنا انت كنت تحت قوي في القاع، لما رحت لربنا ربنا بدأ يطلعك للقمة تدريجيا بدون ما تحس، بدون ما تشعر. وطول ما انت ماشي في الرحلة مع ربنا عمال بتنجح في حياتك وتشوف النور في حياتك، انت مبسوط فرحان راضي باللي انت بتعمله في حياتك. ليه؟ قرر ان انت تقرب منه، قرر ان انت يكون هو السند والظهر بتاعك. اقسم بالله العظيم قوة ربنا بالنسبة لك ما في اي حد يعرف يديك منها 1/1000 ولا 1/1,000,000,000%، ولا النسبة مفيش نسبة اصلا، لا مقارنة، مفيش مقارنة. اتعامل ربنا بالحسنى، اتعامل مع ربنا بالاحسان، اتعامل مع ربنا باليقين، ربنا يتعامل معاك في الناحية التانية بالمعجزات، ربنا يتعامل معاك الناحية التانية بتحقيق اللي انت نفسك فيه، ربنا يتعامل معاك الناحية التانية ان هو يخليك في وقت ما انت شايف ان الطريق ده مش مناسب ليك وان انت اتظلمت في حتة معينة، ساعتها ربنا وجوده في حياتك هيخليك راضي ومقتنع باللي انت اخترته، مقتنع باللي هو جابهولك. انما عكس كده، لو انت بقى الدنيا بايظه معاك وعمال بتفشل وتفشل 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 والدنيا ضايعه معاك خالص، يوم ما هيجي لك حاجه انت هتقعد تقولي ليه يا رب عملت فيها كده، ليه يا رب اديتني ده، يا رب اشمعنى الفلاني الفلاني والفلاني الفلاني، واشمعنى ديت يا رب تبقى احسن مني. لا، علاقتك بربنا بتقويك من الناحيه ان انت بتكون راضي تماما. الحمد لله والشكر لك يا رب اللي انت جبت لي ده، انا متاكد ان انت مش هتضيعني. فالموضوع معتمد اعتماد كلي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقك وعارف قدراتك، هو اللي خلقك وعارف انت محتاج ايه في حياتك، هو اللي عارف ايه المقاس والمناسب والقميص اللي على مقاسك، مش الناس اللي حواليك. اللي حواليك دول كلهم مجرد اسباب في حياتك، لا اكتر ولا اقل، انما هو سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عارف انت محتاج ايه. فربنا يا جماعة والله العظيم يعني يهدينا كلنا، ولان احنا كلنا ضايعين وكلنا على الابيض وكلنا ملط وكلنا بايظين، يعني بص احنا في البلالة منه، احنا في الضياع منه، مش هننكر تمام، ولكن خلي ما بينك وما بين ربنا يعني حبل وصل صغير كده، يعني سيب باب موارب كده، لعل الباب الصغير ده هو اللي يفتح لك النور في النهاية، ما تقفلش كل البيبان. احنا كلنا بايظين والله العظيم، كلنا ضايعين، كلنا في الشلاحات، بس خلي فيه ذرة امل، خلي عندك ذرة يقين في ربنا ان ربنا هيديلك، ان ربنا مش هيضيعك، ان ربنا هيفضل دايما في ظهرك، ان ربنا دايما هيكون حنين عليك، ان ربنا دايما هيديلك المناسب بالنسبة لك، ان وقت ما الناس كلها ضدك ربنا معاك، ان وقت ما الناس كلها بتحبطك ربنا هو اللي عمال بيقويك. خليك دايما مقتنع بالتفكير ده. تمام يا جماعة، يعني يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة، في دبانة دخلت في البنطلون من تحت، ايه الرخامة بتاعت اهلك دي، ايه الرخامة بتاعت اهلك دي، انا بكره حاجة اسمها دبان. طب يعني انت سبت الدنيا كلها يعني، وسبت قفايا وسبت الدنيا وجاي تدخلي لي من بنطلون من تحت؟ طب انت عايزه ايه من تحت يعني؟ مش فاهم يعني، يعني انت جبت تغتصبيني يعني ولا جبت جبت والله؟ طب اشلح رجلي؟ طيب اطلعي بقى رتي بارده. بس يا عم يا رب يكون الفيديو عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه تنزل تشترك في القناه حالا عشان اوصل جديد اول باول دايما. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. كان معاكم باشمهندس عبد الرحمن متولي. لو حابين نوعيه الفيديوهات ديت قولوا لي تحت في الكومنتات. سلام.